ربما حفيظ دراج يسمح لي أنه اتصلت بك كم من قنوات جزائرية للمشاركة حول المنتخب الوطني، ولكنك فضلت المشاركة في المغاربية. هل يمكن أن نعرف لماذا؟ مساء الخير اولا جمال، مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. طبعا لسبب بسيط جدا. اولا اين لك هذه المعلومه بانه تواصلت معي قنوات جزائريه؟ ان كان حدسا وان كان امر طبيعي بالنسبه اليك، قل لي لماذا لم نسمع لك حسا في القنوات وفي الصحف الجزائريه؟ اقول لك نعم، كتبت فقط بضعه كلمات على صفحتي الرسميه على الفيسبوك، لم ارد ولم اريد التدخل لا في الصحف ولا في القنوات، لانني من المفروض أنا ممنوع بين قوسين بإيعاز من الظهور في بعض القنوات. إذا كنت ممنوع فأنا ممنوع في كل شيء، ليس فقط في الحديث عن شؤون بلدي، ويسمح لي أو يطلب مني أن أتدخل في شؤون من أجل إلهاء الناس ومن أجل تغيير وجهة الحديث والأحداث عن هموم الجزائر إلى شأن كروي بسيط جدا يتعلق بمنتخب لكرة القدم، خسر أو تعادل أو فاز، أقال أو استقال مدربه، أمر عادي بالنسبة إلينا، يحدث هذا في كل بلاد العالم، ولكن أردنا أن نجعل من الحبة قبة. أنا لا أتحدث عن جماهير الكرة، جماهير الكرة طبيعي أن يكون ردة فعلها ويكون لها هذا التجاوب عادي جدا لأنها تعشق الكرة عشقا كبيرا. أنا لا ألوم الجماهير الجزائرية بقدر ما ألوم بعض مسؤولي وسائل الإعلام الذين يخضعون لأوامر بين قوسين ولإعازات تمنع هذا أو ذاك من الطلوع. حتى مذيعين يعني برامج الآن ممنوعين من الظهور، وكأننا في قناة العمومية الناس غير ممنوعة من الظهور، ولكن في القنوات الخاصة للأسف في بعض القنوات الخاصة الناس صاروا ممنوعين. فأنا أريد أن أتدخل أولا في صفحتي، ثانيا مع القنوات التي أتدخل عندها بكل حرية بالاحترام والأدب اللازمين عند الضرورة في الحديث عن شؤون بلدي كلها، سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أو حتى رياضية. ما تعرف بأن التأهل إلى كأس العالم كم هو مهم جدا بالنسبة للمنظومة، وتعرف كم كأس العالم كانت مهمة في سنة 2009 وكم كانت مهمة في سنة 2013 لمونديال جنوب إفريقيا وكذلك مونديال البرازيل، وكم تعرف أيضا بأنه بسبب التأهل طبعا تجاوزنا الكثير من المتاعب والكثير من المشاكل. هذا أمر عادي وطبيعي. الإلهاء أيضا موجود في بدرجات في بلدان أخرى وعند منتخبات أخرى. لم أرد التحدث عن الموضوع مع بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام، ولكنني لم أبخل برأيي مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الأكثر من 4 ملايين متابع لصفحتي الرسمية، ومع احترامي لكل الذين أبدوا آراءهم، فإن الذي حدث سواء كان استقالة أو إقالة، إذا استقال المدرب رايفاتش فهو شجاع، وإذا أقاله أو أقالته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فهي شجاع. أنا أتحدث عن الحدث لا أتحدث عن الخيار الذي تحدث عنه مراد، ولو أنني ربما أوافق معه في بعض ما جاء في كلامه فيما يتعلق باختيار رايفاتش. ولكن إذا أردنا أن نتحدث اليوم عن ما وقع، هو أمر عادي. منتخب جزائري تعادل في أول خرجة أمام جماهيره في مجموعة صعبة، رهن شوية حظوظه، يعني ضيع نقطتين في أول خرجة له. جمهور كان رائعا في نهاية المباراة، يعني تصرفه كان لائقا، ولكن اللاعبين لفتوا انتباه رئيس الاتحاد والاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن هناك خلل في التواصل وفي الاتصال بين اللاعبين وبين المدرب، وظهر ذلك جليا فوق أرضية الميدان. عندما علقت على المباراة كنت أتحدث عن الروح التي كانت غائبة، كنت أتحدث عن وجوه شاحبة فوق أرضية الميدان، كنت أتحدث عن لياقة، عن انقباض نفسي وانقباض بدني بالنسبة للاعبين. يا أخي إذا كان المدرب بعد هذا اتخذ قرار بالرحيل فنحييه لأنه شجاع، وإذا كانت الاتحادية اتخذت قرار بإقالته فنحييها لأنها شجاعة. تصوروا لو يبقى هذا المدرب إلى غاية المباراة المقبلة في ظل نفس الظروف النفسية ونفس الظروف الفنية ونفس الظروف البدنية، عندها كنا نقول لماذا لم نقيل هذا المدرب. أعتقد بأن رحيل المدرب سيكون بمثابة ديكليك، وأنا مصر على أن المباراة الثانية ستكون مختلفة تماما. مهما كان اسم المدرب القادم ستكون مختلفة تماما.
نعم. سمحت لي خليك معنا، انضم الينا الان. شكرا جزيلا لك محمود قندوز، اللاعب دولي سابق، القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري. ما رايك مراد بوطاجين فيما يقوله محمود قندوز؟ يبدو اننا فقدنا مراد بوطاجين. ما رايك حفيظ الدراجي فيما يطرحه محمود قندوز؟ التي يكررها في كل مره، وهذا من حقه انه يتحدث عن الكره الجزائريه وعن منتخب من باب اخر، حتى ولو اختلفت معه او اتفقت معه، فهذا امر لن يضيف ولن ينقص شيئا. انا احترم محمد قندوز عندما يتحدث رغم انني اختلف معه في بعض الامور، ولكن المشكل اعمق من ذلك. انت تحدثت عن التوظيف السياسي والتوظيف التجاري. التوظيف السياسي لحظه الاستثمار، بدنا نتكلم عن الاستثمار. في العالم هناك استثمار، احنا عندنا استغلال، ما هوش حتى توظيف. عندنا استغلال لمشاعر الجزائريين المتعلقه بكره القدم وبالمنتخب بالدرجه الاولى، فنريد نعطي المنتخب كل الامكانيات ونركز كل الامطار وكل وسائل الاعلام حول المنتخب الكره، نركز على جزئيات بسيطه. احتج على وسط الميدان بودبوز، وبودبوز احتج على فغولي. هذه امور يتحدثوا عليها فقط في ركن من اركان صحيفه رياضيه ويتحدثوا عليها الجماهير في المقاهي، هذا امر عادي جدا. اما ان تصبح قضيه وطنيه ونتحدث عنها بهذا الشكل في وقت القضايا الوطنيه الهامه في المجتمع سواء كانت سياسيه اقتصاديه اجتماعيه نمر عليها مرور الكرام، ولا تحرك مشاعر اي واحد سواء من المواطنين او من الاعلاميين او حتى من الساسه الذين يتدخلون ايضا هم كذلك في شؤون الكره بالكيفيه التي يتدخل بها الجماهير، وينسونهم هنا عندما تتحدث لهم عن فضيحه سوناتراك تمر بمرور الكرام، عندما تتحدث لهم عن الخليفه، عن طريق الصياد، تتحدث لهم عن غياب الرئيس لمده 4 سنوات، تتحدث لهم عن تصريحات بدائيه جهنميه متخلفه لبعض الساسه. امر عادي بالنسبه اليهم. ان نضيع ضربه الجزاء او نضيع التاهل فتصبح كارثه وتصبح الجزائر في وضعيه حرجه. سيدي ما تاهلناش 24 سنه، احنا تاهلنا مرتين متتاليتين في وقت دول عظمى كانت غايبه عن المونديال، ولما نغيب او نتاهل ماذا سيضيف شيء؟ يعني احنا تاهلنا مرتين، هل تغير؟ هل اضفنا ملعبا جديدا الى ملعب مصطفى تشاكر؟ تبهديل ملعب مصطفى تشاكر تلعب في هذا الشكل، تبهديل ملعب 5 جويليا الان راهو تربه، روح طلع عليه الان راهو تربه. الجزائر بحجم الجزائر، انا نشوف الصور هذه اللي تعرض فيها واحزن على وضع الملاعب الجزائريه. هاول النقاش الحقيقي اليوم، هاول النقاش الحقيقي، من هو المسؤول عن هذا الكذب وهذا الافتراء الذي نعيشه؟ من هو المسؤول عن هذا الهف الذي نعيشه باستمرار، وهذا الاستغفال وهذا الاستغفاء للشعب الجزائري؟ ضيعنا ضربه جزاء واللاعبين عملوا تمرد على مدرب، وممكن بعد سنه من الان سيقولون بان اللاعبين في نهايه المطاف كان عندهم الحق. هذول اللاعبين هم نفسهم اللي رفعناهم منذ 3 سنوات وقلنا لهم عنهم بانهم وطنيين وهم افضل وهم مجاهدين وهم مش عارف. والان سليماني صار ولا شيء بالنسبه لبعض الناس، صار رجل تاع فوضى، رغم انه انسان محترم وبلد ولاعب متميز ويلعب بقلبه. يعني ما لازمش احنا دائما نسجل الحركه الاخيره حتى ولو اخطا اللاعبون، حتى ولو ضيعوا ضربه جزاء، حتى ولو لم يلعبوا جيدا. وين المشكل؟ اللي يحب منتخب بلاده يحبه في السراء والضراء، مش نرفعهم فقط لما يكونوا في المستوى ونهينهم ونذلهم ونحمل كل المسؤوليه عندما يخفق، ولو انه ليس هناك اخفاق، هناك تعصب فقط بالنسبه للمنتخب الجزائري. اردنا ان نجعل من الحبه قبه، هي قضيه الهاء فقط. انت تحدثت منذ حين عن هذا الاستغلال، انا اسميه استغلال، ولكن انا اتحدث ايضا عن الهاء كبير جدا للجزائريين، لان همومهم اكبر في سنه 2016 مع قانون الماليه الجديد ل 2017، لان متاعبهم ستكون اكبر، لان مستقبلهم مهدد، لان الكثير من الامور، المستقبل الاخلاقي بالدرجه الاولى والاجتماعي مهدد. فما بالك من تأهل أو أقصي بغض النظر عن الجزائر، هو أمر عادي جدا بالنظر لما يحدث بالمقابل في شؤون أخرى. ما رأيك؟ هل في هذا الكلام يعني وأنت لك اطلاع ولك معلومات، يعني المشاهد الجزائري يقرأ في الصحافة الجزائرية عن قضية تمرد اللاعبين وغيرها والاعتداءات حتى على المدرب الصربي، هل لديك معلومات أم أنه كلام جرائد؟ 100% 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 100
لا يمكن التضحية باللاعبين، يمكن التضحية بالمدرب لأنه شخص واحد، ولا يمكن التضحية باللاعبين. وأنا لا أعتقد إن حدث هذا الأمر، أشك بأنه حدث بالشكل الذي يوصف في بعض وسائل الإعلام ويوصف من طرف بعض الإعلام. أشك كثيرا بأن سليماني ممكن أن يتصرف تصرفا غير أخلاقي أو تصرف لا يليق مع المدرب، أو حتى رئيس الكولحي أن يتصرف تصرفا لا يليق مع المدرب. عادي جدا يتم التضحية بالمدرب، ولا يمكن التضحية باللاعبين. يعني لا يمكن طرد كل اللاعبين في عيون مدرب واحد، هذا المدرب هو رايفات، مدرب سربي، مدرب أجنبي، عنده مشكلة تواصل مع اللاعبين في المباراة الأولى. أنا لا أشكك في مباراته ولا في أي شيء، ولكن عادي أن يتم التضحية بالمدرب ليس اللاعبين. أعتقد بأنه كمبالغة هذه من المعلومة، تكون المعلومة لما يكون ناقص، لما التواصل ناقص، يفتح المجال للكثير من الاشاعات من القيل والقال كثير. يعني لما اي صحفي ويقول لك روراوة تحدث الى ريفت فقال لريفت فرد عليه ريفت، من الذي استمع هذا الكلام بين روراوة وبين